السلام عليكم غزالات ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير. بالنسبه لهذا الماسك هذا تقاسمته مع الاخوات في المجموعه وعجبهم الماسك والحمد لله طبقوه وصوروا لي الوجه ديالهم كي كانوا كي ولا، خصوصا الناس اللي مشاو تبحروا وتبرونزاو وفي الاخر ولا ليهم الوجه ديالهم بحال اللي كيبان موسخ، يعني اللون ما موحدش، كيبان لهم الوجه ديالهم محروق. عليكم بهذا الماسك هذا الحمد لله بعد التجربه ديال الاخوات والتجربه ديال جوج ديال الاسابيع حصلت على واحد البشره اللي هي صافيه ونقيه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الماسك حتى نتوما كتستافدوا ان شاء الله. بالنسبه للماسك كنحتاجوا بطاطا وحده حمراء ولا بيضاء، من الافضل تكون البطاطا البيضاء، انا ما عنديش توفرت عندي البطاطا الحمراء. غادي نغسلوها مزيان وغادي نقيوها وغادي نقول لكم شنو غادي نديروا بهاد البطاطا هذه وكيفاش غادي نحضروا هاد الماسك هذا اللي هو رائع. ماسك من الاستعمال الاول كتبان لكم واحد النتيجه على وجهكم غزاله، كيصفي كيوحد لك اللون، كيعطيك واحد الصفاء اللي هو زوين، ومكونات كما قلت لكم بسيطه. هنا نقيت البطاطا غادي نحكها في الحكاكه رقيقه، يعني نحكوا البطاطا ان شاء الله ونقول لكم شنو غادي نزيد مع هاد البطاطا. صافي هنايا البطاطا حكيناها، غير بغاش نشير لواحد المساله، البطاطا ما تخليوهاش بزاف، يعني هذيك الساعه حكوها وديروا الماسك ديالكم حضروه باش هذاك الماء ديال البطاطا ما يكحلش. كما كتعرفوا البطاطا دغيا كتاكسد دغيا كتكحل دغيا اللون ديالها كيتبدل، ولكن راه كيبقاو فيها دوك النشويات اللي كنستافدوا منهم. صافي هنا غادي نصفيو هذيك البطاطا، تقدروا تصفيوها بيديكم ولا بالمعلقه، يعني لكم الاختيار. كما قلت لكم هذا الماسك راه غزال ورائع وغادي تستافدوا منه. بالنسبه لهذا الشيء اللي كيبقى ليا ديال البطاطا ما كنلوحوش، كنشدو كنديروا واحد الكويرات هكا وكنديروا في المجمد، وكنديروا كل ليله على عينيا، كنخلي واحد نص ساعه فوق العينين ديالي وصافي، وكنحيدو كنمسح عويناتي، راه كيبيض كيوحد لك اللون تحت العينين، يعني ما كيبقاش عندك هذيك الكحوله. وحتى الا كان عندك شي ميكروب هكا في العينين راه كيتحيد. بالنسبه للبطاطا كما قلت لكم غنيه عن التعريف، يعني بزاف الناس راه كيعرفوا البطاطا والفوائد ديالها. صافي هنايا عصرنا هذاك الماء ديال البطاطا، غادي ناخذ واحد الكاسرونه، ضروري من واحد الكاسرونه باش غادي نديرو على النار، وغنقول لكم شنو غنزيد معاه باش غادي يولي لي واحد الماسك اللي غادي نقدر نتحكم فيه. صافي هنا صفينا هذاك الماء كما كتشوفوا. غادي ناخذ هنا النشا. بالنسبه للنشا راه مبيض رائع، كيبيض البشره. هنا غادي ناخذ واحد جوج معالق صغار. حاجه اخرى البنات باش ما ديروش نفس الغلط اللي درت، مين كتديروا هاد النشا ولا مايزينا كتحركوها مزيان قبل ما ديروها على النار، ومين كديروها على النار تكون النار مهيله وكتستمروا في التحرك حتى كتولي على شكل كريمه. يعني ما تغفلوش عليها. انا غفلت عليها واحد شويه وبقى واحد الكتل الرقاق ديال النشا، وان نتوما ما تغفلوش عليها باش كيعطيكم واحد الماسك اللي هو غزال. صافي هنا غنديروا على النار تكون مهيله وغادي نستمر في التحراك. ها هو الماسك ولا واجد. درتو في هذيك الزلافه ديال الدجاج وخليته في الثلاجه واحد 20 دقيقه هكاك. انا نقول لكم هنا شنو غادي نزيدو معاه، واخا يبان لكم اللون ديالو تبدل، راه كما كتعرفوا البطاطا راه كتولي يعني كتكحل، هذاك الماء ديال البطاطا كيكحل. بالنسبه للبطاطا البيضاء لا، البطاطا البيضاء كتصبر شويه على البطاطا الحمراء. صافي هنا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الطيل الابيض، اللي ما كيتوفرش عندها الطيل الابيض تقدر دير معلقه ديال النيدو اولا معلقه ديال الدقيق الفورس. بالنسبه للدقيق الفورس حتى هو مزيان البنات، كيحيد هذاك الحرق اللي كيكون في الوجه وكيوحد لك اللون، يعني كيرد لك البشره ديالك بيضاء وصافيه. بالنسبه للدقيق الابيض انا مجربه ماسك اخر ان شاء الله نتقاسموا معكم، كيبيض لك الوجه ديالك وحتى الجسم، يعني كيوحد لك اللون. هنا غادي نزيدوا اما الماء ورد ولا كان المزهر، يعني ماركه مزيانه تقدروا تزيدوا ديروا غير المزهر وما ديروش المورد. حتى المزهر حتى هو فيه بزاف ديال الفيتامينات، فيه بزاف الفوائد على الوجه. كما قلت لكم تكون غير ماركه مزيانه تقدروا ديروا على الوجه ديالكم، خصوصا البشره اللي كتكون دهنيه. صافي هنا زدت جوج معلقات كبار ديال الماء ورد، وغادي نستمروا في التحراك بهذه الطريقه هذه حتى نحركوا حتى يولي لنا على شكل كريم، يعني رجع يتجمع لينا هذا الماسك هذا. صافي وغادي نطبقوه على الوجه ديالنا. بالنسبه لشحال نخليوه في الوجه، غادي تخليوه حتى ينشف، يعني حتى ينشف مزيان في الوجه ديالكم. ما تهضروا حتى مع شي حد، تكونوا هكا متكين والبشره ديالكم تكون مرتاحه، تكونوا غاسلينها من قبل بالصابون المعتاد ديالكم. صافي وكتطلي الماسك على وجهك وكتبقى يبيح حتى كينشف مزيان وكتقوميه. هذه هي الطريقه ديال الماسك باش كيعطيك واحد النتيجه اللي هي رائعه. راه من الاستعمال الاول كيبان لك واحد الفرق كبير على البشره ديالك. وبالنسبه للماسك ملي كيبقى لينا
كنحتفظوا به في الثلاجه. اللي وجهها محروق بزاف وجهها ضرر يعني بالشمس ولا اللون ديالو مغلوق، غديريه نهار ونهار لا، نهار ونهار لا، مده ديال اسبوع. من بعد غديريه 3 المرات في الاسبوع، من بعد تولي ديري غير 2 المرات اولا مره واحده في الاسبوع. راه كيعطيك واحد النضاره على البشره ديالك، البشره ديالك كتولي بحال ديال الاطفال، وحتى الوجه ديالك كيتنقى. كتبقاي انت غير تشوفيه. الصراحه انا راه كنت كحاليت والوجه ديالي تحرق من بعد. في الاول كان عاجبني اللون ديالو، من بعد صافي ولات البشره ديالي مسخه، ما بقى عندي حتى شي لون في وجهي. وهذا الماسك هذا كما قلت لكم داومته 2 ديال الاسابيع وعطاني واحد النتيجه زوينه، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم حتى نتوما تستافدوا ان شاء الله. بالنسبه للطريقه سهله، وبالنسبه للمكونات راه موجودون في كل بيت، يعني ما كتحتاجيش تمشي تشري او لا تخسري واحد المبلغ. بالنسبه للمكونات كما قلت لكم بسيطه وكتعطيكم نتيجه. انا غادي نخليه على يديا، تقدر ديري حتى اليدين ديالك، العنق ديالك، يعني ديري حتى الجسم ديالك كامل وتخليه واحد 4 ساعة هكاك وتدخلي دوشي عادي. كما قلت لكم كيعطيكم واحد النضاره وكينقي لكم البشره ديالكم. وبالنسبه للوجه ملي كتديريه صافي كترشي على الوجه ديالك الماء ورد، ولا كديري هكا شي كريم مرطب، راه الوجه ديالك كيولي غزال وكيولي نقي والبشره ديالك كتولي صافيه. كنتمنى هذا الماسك هذا تجربوه، وما تنساوش تخليو التعليق ديالكم كيفاش جاكم الماسك الا جربتوه. وما تنساونيش بواحد اللايك وواحد التعليق اللي يكون زوين ويكون محفز ان شاء الله باش المزيد من العطاء. وانتظروا الوصفه الجايه اللي غتكون زوينه بزاف. وهذيك الوصفه كنت تكلمت عليها في المجموعه وقلت علاش لا غنحطها للاخوات باش يستافدوا منها. يلا خليتكم على خير، الى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.